لو كنت لعبت مع صلاح بوضعه الحالي في المنتخب كنت سأرفض التفريط في شرط القيادة للمنتخب، لا ده اكيد، ده مليون المية يعني. حتى وهو من افضل لاعبي العالم. لا هو انا بس عايز اقول لك على حاجه، هو انا قلت قبل كده هو ما كانش حد يقدر اساسا ان هو ياخد الشويه اساسا طول ما انا موجود. يا ساتر يا رب. اه طبعا يعني الجانب الشرير لا. لا 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 خالص والله، لا خالص، دي اصول، فاهم. دي اصول يعني بس لا، بس في منتخبات كتيرة اللعيب اللي بيبقى يعني في حتة كده تانية على مستوى العالم ممكن بياخد الشر يعني صحيح. انت مش مجبر عليها اكيد، انا بسألك عن رأيك يعني. صحيح. بس مين يعني مين مين اللي الكابتن؟ موجودين؟ فاهم. مين اللي موجودين؟ فاهم. يعني في الاول وفي الاخر على فكره صلاح انا شخصيا بفتخر بيه جدا 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 في كل مكان. ده مالهاش علاقة طبعا. انما ما ينفعش انت باسمك وتاريخك ونجاحاتك وبطولاتك وانجازاتك وكل الكلام ده كله، وتيجي النهارده تقول لي والله انت هندي الشر الاحمر. يعني وانا ايه يعني؟ لا يعني مسألة صعبة. على فكرة أنا زعلت جدا جدا الموضوع ده حصل لما مع ده حصل فتحي. والله طبعا زعلت جدا. وفتحي لما جه وقتها اتكلم معايا قلت له ما تروحش المنتخب، وهو يرجع بعد كده قال لي انت كنت صح وانا اللي غلطت. لاني كان فتحي بيتخلص عليه بكذا طريقة بقى. يعني اللي هو بالشكل ده. انت فاهمني. والاوحش من كده حتى ممكن صلاح على فكره ما يكونش هو اللي خد القرار، مش هو المبادر. يعني مش هو المبادر. ودي كانت غلطه كبيره من الكابتن حسام بدر.